حنا المغاربة هكدا خلقنا الله. الشيخة نتفقو عليها متكونش وسط منا، ولكن نحضروها في عرس وختانة وسبوع بلا بيها ما كاين فرح. هاد التناقض اللي في هاد اللعيبة بمثابة مرآة ديال المجتمع كامل كيعيش بجوج وجوه، وجه كيبان قدام الناس وجه آخر كيبان ملي كيتسدو البيبان. كنحكمو على الناس بالأخلاق في الهضرة، ولكن في الواقع كنستهلكو نفس الحوايج اللي كنسبوها. بحال إلا المجتمع ولا مسرح كبير، كل واحد لابس الدور ديال الإنسان المحترم، ولكن من الداخل عامر بالرغبات، بالأحكام وبالتناقضات اللي ما عمر حتى واحد بغا يعترف بيها. المشكل ماشي في الشيخة ولا في الإنسان ولا حتى في الشخص اللي كيعيش من داك الشي. المشكل الحقيقي هو داك العقل اللي كيبني القيم غير على شنو يقول عليه الناس. نفس الإنسان اللي كيقول هادشي عيب هو الأول كيطلب يزيدو الصوت في العرس، ونفس اللي كيحتقر الآخر بسبب خدمتو تلقى كيصفط ليه ملي يحتاجو يفرح ليه ولادو. وهادشي كيبين بلي الأحكام ماشي مبنية على القناعة، ولكن على الخوف من نظرة المجتمع. حيت المغربي بعض المرات مكيعيش باش يكون مقتنع، كيعيش باش ميخرجش على الصورة اللي رسموها ليه الناس. خاص تهاجم الشي باش تبان نقي، ومن بعد تمشي تستهدو بلا حشمة. كنشوفو بنادم كيهاجم التفاهة وهو غارق فيها، كيهاجم الطمع وهو مستعد يبيع صحابو على ود المصلحة، كيهدر على الشرف هو أول واحد كيبدل المبادئ على حساب الجلسة والناس اللي قدامو. حتى الصدق ولا كيخوف، حيت المجتمع تعود على الأقنعة أكثر من الوجوه الحقيقية. الله يدينا في التوصاف.